السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم بروكا يدخل عليكم باش ما تمنيتو يا ربي، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في القناة ديالي، ما تنساوش تدعموني بالاشتراك باش يوصل لكم الجديد اللي كنحط القناة ديالي. اليوم غادي نشارك معكم هاد الطبق البطاطا في الفران مع الدجاج اولا مع الحوت. سبق لي نزلت لكم واحد الفيديو ديال الحوت، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اليوم غادي ندير بالبطاطا والدجاج، ممكن ديروه حتى في الطاجين. انا درته في الفران كيكون صحي. هنايا غادي نبدا بالبصله، كنقطعها شرائح ماشي رقاق ماشي غلاط، متوسطين. كنديرها في هذا المول ديال الزاج، كنرتبها بهذا الشكل. ومن بعد كندوزو للتشرميله، كندير فيها العطريه ديالي، تحميره معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. وبالنسبه للفلفله درت غير نص معلقه، وحتى الملحه داكشي على حسب الذوق. حنا ما كناكلوش الفلفله بزاف، داكشي علاش. اما اللي ما يقدرش ياكلها كاع يعني استغناو عليها ما ديروهاش. هنايا كنضيف نص ضامه ديال البنه، وحتى هي بالنسبه للناس اللي ما يبغيوهاش ماشي ضروري. حكيتها وضفتها للتشرميله. غادي نضيف لديك التشرميله 2 معالق ديال السوجه اولا معلقه الا كانت متوفره، كتعطي واحد المذاق زوين. الا ما كانتش متوفره ماشي ضروري، انا غير محسن وصافي. وكنضيف لهم نص كاس ديال الماء. ما غاديش ندير الزيت في الاول حيت هي كتمنع داك الدجاج اولا اللحم بصفه عامه، كتمنع ان التشرميله تدخل ليه. غادي نضيف 2 المعالق ديال الربيع مقطعين، وغادي نخلط هاد المكونات. نتوما ممكن ديروا فخيدة ديال الدجاج، ممكن لادانت، ممكن جنيحات، داكشي على حسب المتوفر عندكم في الدار. انا هنايا اكتفيت غير بالصدر ديال الدجاج، قطعته مربعات، ممكن تقطعوه شرائح. انا كنت مزروبه بغيت يطيب دغيا، داكشي علاش قطعته مربعات صغار. نتوما ممكن تقطعوا شرائح اولا مربعات كبار، داكشي على حسب الذوق ديالكم. غادي نديرو في هاد الشرموله وغادي نخلطو مزيان، نقلبو. واللي كان عنده الوقت يخليه واحد الساعه اولا. انا درتو غير واحد 10 دقائق قبل وصافي، حطيتو يعني كان مشى عليا الحال، داكشي علاش. بالنسبه للخضره ديروا داكشي المتوفر. انا درت البطاطا والدنجال وزينت بالمطيشه. نتوما الا كان عندكم ممكن ديروا الزروديه، خيزو عفوا، حنا كنقولوا الزروديه، اولا الفلفل اولا الجلبان، داكشي على حسب متوفر عندكم. درت هنايا البطاطا دوائر، غادي نديرها فوق البصله. وكما قلت لكم ممكن تزيدوا خيزو تحت البطاطا باش يطلق الحلاوه. هنايا ضفت الدنجال حتى هو كيجي مذاقو زوين مع البطاطا، كيتواوتاو. نساويهم بهذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف لهم داك الدجاج اللي درت في التشرميله فوق منهم. وممكن ديروهم قبل الدجاج، عادوا ديروا الدجاج من الفوق. وهنايا ديك التشرميله اللي بقات لي غادي نزيد ليها واحد نص ديال الكاس ديال الزيت، نص كاس زيت. ممكن تخلطوها نباتيه وديال البلديه، وممكن تكتفيو غير بهذه، اولا ممكن ديروا غير البلديه، داكشي على حساب المتوفر. وكنزيد ليهم نص كاس ديال الماء، كنخلطهم مزيان. وكنديرهم فوق داك البطاطا ديالي والدجاج. وكنسخن الفران يكون سخون، وكنقص الماء تكون مهيله. وكندخل اللاطه ديالي الفران، كتاخذ لي شي 35 دقيقه ديال الوقت باش تكون واجده. انا غطيت هاد المول ديالي بالورق ديال الزبده من الاحسن، هو احسن من الورق ديال الالومنيوم حيت هذا صحي. ممكن ديروها للفطور في رمضان اولا للسحور، كاين الناس اللي كيبغيو يتسحروا بالخضره، اولا للعشاء. زينتها انا بالمطيشه الصغيره. نتمنى انكم تجربوا الوصفات ديالي وتخليوا لي تعليقات ديالكم الزوينه في اسفل الفيديو. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. ودمتم سالمين.